شاركت العتبة العلوية المقدسة ممثلة بقسم الشؤون الدينية دار القرآن الكريم بمحفل قرآني وضمن فعاليات مهرجان الشهادة السنوي الدولي 13 الذي أقامته جامعة واسط بذكرى شهادة الزهراء عليها السلام وبمشاركة العتبات المقدسة، إذ تضمن المحفل القرآني شرح الآيات القرآنية المباركة والتدبر بها وبحضور جمع غفير من الطلبة والأساتذة. برنامجنا في هذه الأيام المباركة، أيام شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بالتعاون مع جامعة واسط مع العتبات المقدسة. ارتأت العتبة العلوية المقدسة بأمينها الأمين العام للعتبة المقدسة محفلا قرآنيا وأيضا برنامجا قرآنيا صباحي ومسائي. المحفل القرآني لدينا بعض الأمور المهمة، خصوصا السور القرآنية التي نزلت على آل بيت الرسول وخصوصا الزهراء سلام الله عليه، إضافة إلى أنه المعاني القرآنية لهذه السورة المباركة والسور القرآنية الأخرى، إضافة إلى الثقافة القرآنية، ثقافة القرآن الكريم، التوعوية للطلبة الموجودين في الأقسام الداخلية وأيضا في جامعة واسط. يا صاحب الزمان صيح يا صاحب الزمان يا فرج الله يا صاحب. هذا وثمن القائمون على فعاليات المهرجان دور العتبة العلوية المقدسة في إقامة هكذا محافل قرآنية مباركة تسهم في زيادة الوعي القرآني لدى الطلبة. نشكر هؤلاء الجنود المخلصون الذين شرفونا في هذا البرنامج الحافل، وهو المهرجان 13 للصديقة الطاهرة سيدة النساء الزهراء عليها السلام، وكان لحضورهم بصمة مميزة وإضافة نوعية لا سيما في تلاواتهم العطرة وفي حضورهم في معرض الكتب وفي نشاطات أخرى، منها التبليغ الديني ومنها التواصل المباشر مع الطلبة. جزاهم الله عنا وعن المؤمنين خيرا، ونأمل أن يتواصل هذا التعاون بين جامعة واسط وبين العتبات المقدسة لا سيما العتبة العلوية. لقناة العتبة العلوية المقدسة، أحمد الغانم.